السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا من اسكندرية لأسوان ومن الوادي للدلتا، من أسوان للسلوم، أخباركم إيه يا أبطال؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو ده مخصص لطلاب تانية ثانوي أزهر علمي وأدبي دفعة 27 وتانية ثانوي عام مش بكالوريا. تاني، تانية ثانوي أزهر علمي وأدبي وتانية ثانوي عام مش بكالوريا، يعني أنت لو بكالوريا يا حبيبي اتفضل، الفيديو ده مش مخصص ليك. طيب بعد ما التاريخ في دفعة 27 اتأكدنا إن هو بقى مقرر على طلاب علمي أزهر، نعمل إيه يا مستر؟ هنشرحه لحضرتك بمنتهى البساطة. عندنا كام وحدة؟ عندنا وحدتين، كل وحدة 4 دروس، يبقى الإجمالي معانا 8 دروس. الوحدة الأولى بتبدأ معانا بشبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، وده درس يكاد يكون منفصل شوية عن بقية أجزاء المنهج، ليه؟ لأن من تاني درس على طول بنبدأ بقى بظهور الإسلام، دولة الرسول، دولة أموية، دولة عباسية، وهكذا. طيب تعالى كده نخش كده نشوف البشوات طلاب علمي اللي اصلا هو داخل علمي عشان مش عايز ياخد تاريخ، فجاه بقى مقرر عليه تاريخ. ينفع اقول له يلا نبدا على طول؟ غلط، والله غلط. ليه؟ لان انا مش هبقى فاهم طريقه الاسئله عامله ازاي، فانا هعرفك طريقه الاسئله، ازاي تتعامل معاها، ازاي نشرح الاول تفصيلي، وهكذا. تعال نبدا كده، ورقه وقلم بالله عليك، ورقه وقلم قبل ما اخش في شرح الدرس. بص، عندك مصطلح اسمه اثر، ومصطلح اسمه هدف وغايه ودافع وجانب وبعد ومدى ووسيله. لازم المصطلحات دي لازم تبقى فاهم معناها. بص، كلمه اثر يا شباب لما يقول لي اذكر اثر اعمال الملك، هنا عايز اول حاجه الملك عملها، وهنشوف ده في ملوك كتير جدا. دي بقى اللي انا عايز طلاب علمي تركز معايا فيها، المصطلح اللي جاي ده، هدف وغايه ودافع وجانب. بص يا حبيبي، الأربعة بيدوا نفس المعنى، أكن شخص عنده كذا اسم، والأربعة بيتغيروا على حسب تغير السؤال. يعني إيه؟ يعني لو سألك على زراعة صناعة تجارة زي ما هنبدأ دلوقتي، هنقول اليمن بتشتغل في حرفة الزراعة، هاجي أبص على الاختيارات مش هلاقي زراعة ولا صناعة ولا تجارة، هلاقي إيه؟ هلاقي كلمة اقتصادي. يبقى كلمة اقتصادي تشمل زراعة صناعة تجارة أو أي حاجة لها علاقة بالفلوس. ليه بقى؟ لأن دلوقتي الاقتصاد أشمل بكتير قوي من الزراعة والصناعة والتجارة، السوبر ماركت، إيه تاني؟ والدك شغال مثلًا موظف، أي حاجة جابت فلوس دلوقتي بقى اسمها اقتصاد. طب لو سألني على ملك أو دولة أو نظام حكم باقول سياسي، ملك دولة نظام حكم سياسي. سألني على جيش أو حرب أو معركة باقول عسكري. سألني على شعب أو طبقات أو عادات، شعب طبقات عادات باقول اجتماعي. سألني على أي علوم باقول ثقافي أو علمي. أي بناء أو إنشاء باروح قايل عمراني أو معماري. سألني على أي حاجة لها علاقة بالديانات زي ما هنشوف دلوقتي هاقول لأ ديني. سألني على أي حاجة لها علاقة بالأفكار، ملك بيفكر يروح يحارب، هو راح والّا ما راحش؟ ما راحش. ففي الحالة دي باروح قايل لأ أيديولوجي، أيديولوجي يعني فكري. طيب كلمة بُعد لمّا يقول لي اذكر أبعاد أو اذكر بُعد ويحدد اسم ملك، هنا معناها آخر شيء الملك عمله. يبقى أثر عايز أول حاجة الملك عملها، بُعد عايز آخر حاجة الملك عملها. كلمة مدى بتيجي بمعنيين، مدى قريب ومدى بعيد. لو قال لي اذكر أعمال الملك أو اذكر المدى القريب لأعمال الملك، هو عايز أثر، هو عايز أول شيء. طب لو قال لي اذكر المدى البعيد لأعمال الملك، هو عايز بُعد، هو عايز آخر شيء. فبالله عليك تركز. يبقى دي بيدوا نفس المعنى اللي فوق بس هو مغيّر الصيغة. طب كلمة وسيلة، البشر كلّهم يا شباب وسيلتهم حاجة من 2، إما وسيلة سلمية وبنقول عليها سلمية دبلوماسية، وإما وسيلة عسكرية. أفرّق ما بينهم إزاي؟ لو واحد بعت رسالة لواحد، ملك بعت رسالة لملك، أو حد بيتكلم مع حد زي ما أنا باتكلم معاك دلوقتي، أنا كده وسيلتي سلمية، بُص إيديّا ما فيهاش أي شكل من أشكال الأسلحة، وسيلتي سلمية دبلوماسية. طب ملك بعت جيوش لملك، هنا وسيلته بقت عسكرية. طيب تعالَ نشوف كده، عندي مصطلح اسمه القاسم المشترك، والمصطلح ده لو لقيته يا شباب معناه الشبه، هو عايز شبه بين ملك وملك، شخصية وشخصية، دولة ودولة، على حسب ما يذكر يعني. ولو لقيت مصطلح اسمه تباين، هو هنا عايز اختلاف بين شخصيتين. طيب إيه كمان؟ بُص بقى، الدرس بتاعنا فيه مصطلح اسمه ولاء سياسي، وفيه مصطلح اسمه لجوء سياسي، وفيه مصطلح اسمه غباء سياسي، وفيه مصطلح اسمه الأصل العرقي، ومصطلح اسمه مركزي، ومصطلح اسمه اللامركزي. إيه المصطلحات دي يا مستر؟
لو شخصيه مهما حصل في بلده وفضل قاعد في بلده ما مشيش، فالشخص ده عنده ولاء سياسي. لو شخصيه قررت تسيب بلدها وتمشي تحت اي سبب زي ما هنبدا حالا، يبقى ده كده عمل لجوء سياسي، يعني ساب دوله ولجأ لدوله اخرى. طب لو شخصيه قرر يخش حرب وهو عارف ان هو هيخسر زي ما هنشوف دلوقتي، ده عنده غباء سياسي. طب كلمه اصل عرقي، قال لك المكان الذي تنتمي إليه. يعني إيه يا مستر المكان الذي تنتمي إليه؟ هنشوف دلوقتي سكان اليمن كانوا عايشين في اليمن، هتحصل معاهم مشكلة وهيهاجروا في أماكن مختلفة. رغم إن هم هاجروا في أماكن مختلفة إلا إن الأصل العرقي بتاعهم هيفضل واحد. إحنا دلوقتي كلنا مصريين، حد بيتفرج عليا عبري؟ لا طبعا كلنا مصريين. فهنفترض إن بعد 5 سنين كل واحد سافر بلد، إيه اللي بيجمع ما بيننا؟ إن إحنا لسه مصريين، ده بنسميه أصل عرقي. طب كلمة مركزي وكلمة لا مركزي، مركزي لو حدد عاصمة واحدة للدولة، يقول لك مصر عاصمتها القاهرة، مصر دولة مركزية. السودان عندها عاصمتين، عندها السودان وجنوب السودان، السودان دولة لا مركزية. الجيوش بتاعت مصر انطلقت من مكان واحد، من سيناء، انطلقت بشكل مركزي. قال لي انطلقت بقى من سيناء والاسكندرية والقاهرة وأسوان، هنا أقول له انطلقت بشكل لا مركزي. يبقى لو حدد مكان واحد مركزي، أكتر من مكان لا مركزي. تعال بقى بسرعة نخش نشوف الدرس بتاعنا بيقول إيه. الدرس بتاعنا اسمه شبه الجزيرة العربية قبيل الإسلام. يعني إيه يا شباب قبيل الإسلام؟ قبل الإسلام، الفترة اللي العرب كانوا عايشين فيها قبل ظهور سيدنا محمد. أول سؤال بيقول لك بما تفسر وجود حضارة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام؟ خدها قاعدة. ما دام قال لي أي مكان في العالم فيه حضارة بالترتيب كده، هو مين اللي بيعمل الحضارة؟ الإنسان. يبقى واحد بسبب وجود الإنسان، أو ممكن أقول وجود الجهد البشري. طب الإنسان ده مستقر ولا غير مستقر؟ ما هو لو غير مستقر مش هيعمل حضارة، هيمشي. يبقى بسبب وجود الإنسان. 2 الاستقرار البشري. طب أنا أعرف إزاي إن في بشر قاعدين هنا؟ لما تواصلوا معايا. يبقى 3 التواصل الحضاري. كمان بيقول لك المنطقة بتاعة الجزيرة العربية دي يقال عنها أنها أمة سامية. اسمها إيه يا شباب؟ أمة سامية. ليه؟ لأنها تنسب لسام ابن نبي الله نوح، ابن سيدنا نوح. طيب يا مستر سؤال، ايه المنطقه اللي انت بتحكي عليها دي شكلها عامل ازاي؟ تعالى اوصفها لك قبل الخريطه ثم اوصفها لك على الخريطه. يعني ايه؟ يعني المنطقه اللي احنا هنحكي عليها دي عباره عن 4 اتجاهات، عباره عن اتجاه الجنوب، وفي دوله اسمها اليمن. جوه دوله اليمن عدى عليها حضارات على فترات مختلفه. اديني مثال. هقول لك احنا دلوقتي عايشين في مصر، هل ده نفس العصر اللي احنا عايشين فيه هو عصر الفراعنه؟ لا. طب هو عصر الفتح الاسلامي؟ لا. هو عصر محمد علي؟ برضه لا. طب هو عصر جمال عبد الناصر؟ برضه لا يا مستر، بس هي نفس الارض. فلما اجي اتكلم على اليمن انا هتكلم على 3 حضارات عدوا على الارض فترات مختلفه، بس هي دوله اليمن. تمام؟ ده في اتجاه ايه يا شباب؟ اتجاه الجنوب. ثم هطلع بعد كده لاتجاه الشمال، وفي عندي دولتين، دوله اسمها العراق ودوله اسمها الشام. بعد كده هروح لاتجاه الشرق، ودي كانت منطقه صحراء فمش هذكرها خالص. بعدها هروح لاتجاه الغرب، كان عندي مكه ويثرب. دي شكل المنطقه بتاعه الجزيره العربيه. تعال نشوفها بقى على الخريطه. اول حاجه معانا احنا قلنا هنبدا باتجاه الايه يا شباب؟ الله ينور، هنبدا باتجاه الجنوب. عندي دوله اسمها ايه في اتجاه الجنوب؟ مظبوط، دوله اليمن. الله ينور عليك. تعال نشوف بقى دوله اليمن اللي هي هنا. مين بيسكن دوله اليمن؟ قال لك بيسكن اليمن مجموعة ممالك، وسميت ممالك لأن بيحكمها ملك. قال لك مملكة تدعى مملكة معين، ودي كانت عاصمتها قرناو. يبقى من الآخر نقدر نقول عليها كده مملكة مركزية. ليه؟ لأنها عندها عاصمة واحدة. بعد مدة من الزمن معين دي انهارت قافمين، يعني انهارت قبل الميلاد. فجت مملكة تانية اسمها سبأ، ودي هنقف عندها شوية كتار جدا. عاصمتها كانت مأرب، وكانت بتشتغل في حرفة الزراعة. أي نعم هي انهارت قاف مين برضه، انهارت قبل الميلاد. ثم بيجي لنا بعد كده حضارة اسمها حمير، ودي كانت عاصمتها ريدان، وبعد كده اتطورت بقى اسمها زفار. دي كان مكانها قريب من بحر القلزم. فين يا مستر بحر القلزم ده؟ قال لك البحر الأحمر. يبقى كانت بتشتغل تقريبا كده في حرفة الصيد.
الحضاره دي فضلت عايشه قاف ميم وميم. من خلال الشرح كده قبل ما ابدا اشرح اصلا يقول لك ايه؟ الحضاره التي عاصرت اليهوديه والمسيحيه. اقول له حضاره حمير ليه؟ لان انتهت ميلاديا بعد ميلاد سيدنا عيسى. طب اطول الحضارات او اطول ممالك اليمن مده زمنيه، اقول لك سبق، ارجع احسبها هتلاقيها دخلت تقريبا داخله على 800 سنه، بينما كل الحضارات سواء معين سواء حمير 500 و600. طيب يقول لك كمان سؤال، اوصف لي الطبيعه الجغرافيه لسبأ. مبدئيا القرآن اتكلم على حضاره سبأ، يعني ربنا بيقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. ايه نوع الآية يا رب؟ قال لك جنتان عن يمين وشمال. تخيل القرآن بيوصف إن سبأ عايشين في جنة، جنة هنا بيشتغلوا بالزراعة. طيب كمان الروايات بتقول يا اخوانا إن الجنود بتوع مملكة سبأ دول أو الناس اللي كانت عايشة في سبأ ما كانوش بيروحوا يقطفوا المحصول، لا ده هو كان بيمشي بالثبت كده والمحصول بيقع من كتر ما هم كانوا أغنياء جدا. كمان بيقول لك كانوا بيزرعوا الأرض أكتر من مرة في السنة، والكلام ده قبل الميلاد. أنا عايزك تستوعب بس المعلومات دي، يعني قد إيه كانوا أغنياء جدا في الإيه؟ في الزراعة، يعني في الاقتصاد. ولكن طبعا بحكم إن هم كانوا كفار حصل حاجة اسمها سيل العرم. ايه يا مستر سيل العرم؟ يعني هم عايشين على الامطار بتجي لهم بيخزنوها في سد اسمه سد مأرب. ما دام قال لي بيخزنوا في سد، يبقى هم هنا كانوا عندهم اقوياء في علم الهندسه او اقوياء في البنيه التحتيه. المهم ربنا ارسل عليهم سيل العرم. سيل العرم يعني نسبه ميه اكتر من ما هم متوقعينها بكتير، فالسد ده انهار. حصل حاجه اسمها انهيار لسد مأرب. انهيار لسد مأرب. طب هي اصلا يا مستر مأرب دي كانت فين تحديدا؟ قال لك كانت موجوده جنوب غرب الجزيرة العربية أو جنوب غرب اليمن. يعني لو جاب لي اتجاهات أصلية، أول المناطق التي شهدت استقرار بشري في الجزيرة العربية هقول له اليمن. طب ما أقول له اتجاه جنوب، هقول له مأرب. ما لقيتش ولا واحدة من الثلاثة، يمن جنوب مأرب، هلاقي جنوب غرب الجزيرة العربية. السؤال ده مهم جدا على فكرة، بيتكرر كل سنة. طيب دلوقتي السد انهار. المنهج ما بيقولكش ان هم كانوا كفار عشان السد انهار، لا المنهج بيقول لك ان حصل زلزال، يعني ضروره السيطرة على قوى الطبيعة. طب أنا أسيطر على قوى الطبيعة إزاي يا مستر؟ قال لك لما تيجي تبني بناء قومي زي ده ابنيه في أماكن ما فيهوش زلازل. فلو قال لك الدروس المستفادة من انهيار سد مأرب، أقول له ضرورة السيطرة على قوى الطبيعة. دلوقتي بقى دخلنا جوه اليمن تاني. السد اتدمر والناس كانوا عايشين على الزراعة. ما فيش قدامهم اختيارات كتير، لا إما إن هو يشتغل شغلانة غير الزراعة، لا إما إن هو يهاجر. في ناس فعلا قررت تشتغل شغلانة غير الزراعة. بعد سبق جت حضارة اسمها حمير يشتغلوا في حرفة الصيد، ودول كده عملوا حاجة اسمها ولاء سياسي للأرض، ما سابوش الأرض تحت أي حال. في حضارة تانية بقى ناس تانية قالت لك لا لا لا، إحنا هنشتغل بالزراعة برضه. طب هتشتغل بالزراعة إزاي؟ ما هو مفيش زراعة خلاص، الأرض كلها غرقانة، هتزرع فين يعني؟ قال لك هنروح مكان تاني، فده كده عمل لجوء سياسي. طب حط نفسك مكان الناس اللي هتهاجر، تروح فين؟ تروح اتجاه الشمال، في هنا دولة اسمها العراق وفي دولة اسمها الشام، ولا تروح اتجاه الشرق اللي هي منطقة الصحراء، ولا تروح اتجاه الغرب اللي هي منطقة مكة ويثرب. ومكة بالمناسبة برضه صحراء. السكان انقسموا لعدة فئات. في جزء قال يا جماعة احنا هنروح العراق. ليه؟ عشان عندهم نهرين، نهر اسمه دجلة والفرات. ودول قالوا احنا هنشتغل في حرفة الزراعة عادي جدا وهنعمل حضارة اسمها الحيرة. بالله عليك فرق بين حمير والحيرة، فرق. جزء تاني سأل هو مين اللي بيسكن الشام؟ قال لك ناس اسمهم الأنباط قاعدين في حالهم، وحضارة اسمها تدمر كانت قوية زمان. فقالوا مش مشكلة، احنا هنروح نسكن هناك وهنعمل حضارة اسمها الغساسنة. جزء تالت قال لا أنا هروح يثرب، لأن يثرب يطلق عليها واحة العرب، يعني فيها زراعة، وسموا نفسهم الأوس والخزرج. تعالى بقى نشيل الزحمة اللي قدامك دي ونفصص الدنيا. أول حاجة نقولها كده، من الدول الطاردة للسكان. يعني إيه يا مستر طاردة للسكان؟ يعني السكان قرروا يسيبوها ويمشوا. أقول له دولة اليمن. طب إيه سبب الهجرة يا شباب؟ سبب الهجرة اقتصادي، متمثل في حرفة إيه؟ قال لك انهيار حرفة الزراعة. طب تعالوا نخش هنا بقى. من الدول الجاذبة للسكان، هقول له بقى هنا عندك كذا دولة، ها قول لي كده. 2 3 صح.
هقول له العراق، وهقول له الشام، وهقول له يثرب. طب ايه سبب الجذب؟ اقتصادي برضه. طب هل كلهم هيروحوا يشتغلوا في حرفة الزراعة؟ قال لك لا، في ناس هتشتغل في حرفة الزراعة زي الحيرة وزي يثرب، وفي ناس تانية هتشتغل في حرفة التجارة زي الغساسنة. طب سؤال بقى، لو قال لك تتساوى عوامل الطرد مع عوامل الجذب، ايه يا مستر تتساوى؟ انا باخد فيزياء حبيبتي، مش بتاع علمي. تعالى بقى خد لي افكار التاريخ. الناس تقول لك التاريخ بتحفظ، انا بفهمك دلوقتي. تتساوى عوامل الجذب مع عوامل الطرد. اقول له هو مشوا من المنطقه دي ليه وراحوا المنطقه دي ليه؟ لعامل اقتصادي. عايش. طب دلوقتي يا مستر شكل المنطقه العربيه اتغيرت. الاساس بتاعنا كان الجنوب، لما حصلت مشكله اقتصاديه الناس سابوا الجنوب بداوا يهاجروا. يبقى تاني بقى معلش، اول منطقه تشهد استقرار بشري في الجزيره العربيه اليمن. جنوب مأرب، جنوب غرب الجزيره العربيه، دي اول منطقه. ايه اللي حصل يا مستر؟ حصل انهيار في سد مأرب. يعني ايه؟ يعني حصلت مشكله اقتصاديه، يعني حصل زلزال، يعني ضروره السيطره على قوى الطبيعه. السكان عملوا ايه؟ اتقسموا نوعين. جزء قال انا هفضل موجود في البلد بس هشتغل حرفه غير الزراعه، وسموا نفسهم الحيره. وسموا نفسهم معلش حمير. جزء تاني قال لا احنا هنمشي وهنعمل حاجه اسمها لجوء سياسي. طب هتمشوا تروحوا فين؟ اول جزء راح العراق سموا نفسهم الحيره. تاني جزء راح الشام سموا نفسهم الغساسنه. تالت جزء راح يثرب سموا نفسهم الاوس والخزرج. وعرفنا بقى ايه اللي خلاهم يمشوا وايه اللي حصل. طيب تعالى بقى يا مستر نشوف كده. مدينا كده بيقول لك انت عرفت مين سكن في الشمال صح؟ طب بالنسبه لاتجاه الغرب، مين الذي يسكن اتجاه الغرب؟ قال لك اتجاه الغرب عندك مكه ويثرب. عندك ايه يا شباب؟ مكه ويثرب والطائف. اركن الطائف دلوقتي، خلينا في مكه ويثرب. يا اهل مكه انتوا بتشتغلوا في حرفه ايه؟ قال لك بنشتغل في حرفه التجاره، ولكن اهم ما يميز مكه هو الكعبه المشرفه. يبقى نقدر نقول كده اقتصاد مكه قايم على حاجتين، قايم على جانب ديني عشان الكعبه، ثم جانب اقتصادي او اساس مكه. طب وانتوا يا يثرب؟ قال لك احنا بنشتغل في حرفه الزراعه، بس احنا كمان بنعمل رحله اسمها رحله الشتاء والصيف مع مكه. يبقى نقدر نقول كده مكه ويثرب متشابهين في حرفه التجاره، متشابهين في رحله الشتاء والصيف. بالمناسبه الشتاء بتروح لليمن، والصيف بتروح للشام تحديدا للغساسنه. طب الشتاء بتروح لليمن ليه؟ زي احنا كده في الشتاء بنروح مثلا نشت في اسوان، بيبقى الجو دافي شويه، بتبقى الدنيا جميله، وكمان في منتجات بتطلع هناك. طب في الصيف اكيد مش هروح اصيف في اسوان، هروح اصيف بقى في الساحل الشمالي، في اسكندريه، في مرسى مطروح. نفس الفكره، الغساسنه دي على البحر الايه المتوسط فوق، فالجو فيها بيكون معتدل. طيب يبقى هنا الشتاء راح اليمن، اليمن دي في الجنوب. الصيف راح الشام وتحديدا الغساسنه دي في الشمال. بالله عليك الاتجاهات مهمه جدا، اكتبها. وقف الفيديو وارجع عيد الاتجاهات تاني لحد ما تظبط معاك. طيب متشابهين في رحله الشتاء والصيف، متشابهين في حرفه او رحله الشتاء والصيف في مكه، في مكه ويثرب برضو. يبقى بيشتغل يثرب بتشتغل في حرفه الزراعه وحرفه التجاره، مكه بتشتغل في حرفه التجاره بس. طب هل مكه اللي مميزه اكتر ولا يثرب؟ اقول لك مكه اللي مميزه اكتر. ليه؟ لان وجود الكعبه اكسبها اهميه دينيه واقتصاديه. الناس كانت بتيجي تعمل تحج وفي نفس الوقت بتتاجر. يبقى مكه كانت تتميز عن يثرب بوجود الكعبه. طيب مديك بقى مقارنه من اهم مقارنات المنهج بلا استثناء، مقارنه بين الحيره والغساسنه. بالله عليك اكتبها، بالله عليك. تعال نشوف. قال لك الحيره، ادي الحيره وادي الغساسنه. هنبدا نطلع الاول اختلافات ما بينهم ثم نروح نطلع الشبه. يا حيره وانتوا قعدتوا فين؟ ويا غساسنه قعدتوا فين؟ الحيره قالت احنا قعدنا في العراق. وانتوا يا غساسنه قعدتوا فين؟ قال لك احنا قعدنا في الشام. ممكن نسالكم يا حيره انتوا عاصمتكم ايه؟ قالوا احنا عاصمتنا الحيره، هي مكان واحد قعدنا فيه خلناها عاصمه. طب وانتوا يا غساسنه؟ قال لك احنا عاصمتنا الجابيه، دي العاصمه. طب ممكن نعرف انتوا تحالفتوا مع مين يا حيره؟ قال مش المفروض تحالفوا مع الغساسنه؟ قال لك لا لا، احنا اتحالفنا مع ناس من اقوى ناس في العالم. قال لك تحالفوا مع الفرس أو الساسانيين أو الساسان. ليه؟ كنا خايفين منهم. طب انتوا بقى يا غساسنة؟ قال لك احنا تحالفنا مع الروم أو البيزنطيين.
يبقى حصل دلوقتي حاجة اسمها تغلب الولاء السياسي على الأصل العرقي، ما تحالفوش مع بعض، كل حد بص لمصلحته السياسية. طيب ممكن نعرف اسم ملك الحيرة؟ قال لك اسمه النعمان ابن المنذر. ابن المنذر ليه؟ لأنه من قبيلة المنازرة، القبيلة اللي كان بينتمي لها في اليمن كان اسمها المنازرة قبل ما يهاجر. ملك الغساسنة اسمه جبلة ابن الأيهم من قبيلة الأزد. طيب ممكن نعرف، شفت برغم الاختلافات اللي ما بينهم دي، هل في يا مستر بينهم شبه؟ طبعا. تعال نشوف ايه الشبه. قال لك الشبه اول حاجه ما بينهم الاصل العرقي. يعني ايه يا مستر اصل عرقي؟ الاتنين جايين من اليمن. تاني حاجه سبب الهجره، الاتنين هاجروا لسبب اقتصادي بعد ما حصل مشكله. تالت حاجه زمن الهجره، الاتنين هاجروا في القرن الثالث ميلاديا. بص يعني انت عندك من الحاجات الحلوه قوي اللي تاخد بالك منها ان الملوك دول سواء الحيره او الغساسنه الاثنين انهاروا في النهايه على ايد المسلمين. يعني لما دوله المسلمين ظهرت دمرت الاثنين. بس الشخصيه ده اهو بنقول عليه عنده غباء سياسي. ليه بقى؟ لان حصلت معركه اسمها معركه اليرموك. المسلمين داخلين صراع ضد الفرس. طب المسلمين مين الحاكم ومين القائد؟ الحاكم عمر بن الخطاب. يا نهار ابيض، عمر بن الخطاب اللي الشيطان بيخاف منه؟ ايوه. مين القائد؟ خالد بن الوليد سيف الله المسلول. تخيل بقى ده يقرر يدخل معركه ضد خالد بن الوليد وضد عمر بن الخطاب. فالنتيجه ايه بقى؟ قال لك ايه؟ تحالف مع الروم ضد المسلمين في معركه اليرموك. النتيجه دمر كيان دولته ودمر كيان المنطقه كلها لان عنده غباء سياسي. انا راح اتحالف مع الاسد، اروح اتحالف ضد الاسد وانا مجنون؟ انت بتقول ايه يا جدعان؟ المهم ان في النهايه انهارت. كده خدنا ازاي المنطقه اتكونت. مستر انت قلت لي الناس اللي كانوا في الجنوب هاجروا في الشمال وهاجروا في الغرب، ليه ما قلتليش ان في حد راح الشرق؟ لان قلت لك الشرق منطقه صحراء، هروح اعيش في الصحراء؟ في حد مننا يروح يعيش في الصحراء؟ اكيد لا. تعال بقى نخش على حياه العرب. نبدا بالنظام السياسي. وكلمة نظام سياسي يا شباب معناها نظام الحكم. هل نظام الحكم عندهم كان اوتوقراطي ولا ديمقراطي ولا جمهوري ولا ايه؟ قال لك تعال نشوف. كان عندهم نوعين من نظام الحكم. نوع اسمه نظام قبلي، وده منتشر عند البدو او سكان الصحراء او في الاجزاء الشرقية والغربية والوسط. ونوع تاني اسمه شبه ملكي هنتكلم عنه دلوقتي. نبدأ بالنظام القبلي. بتقوم على ايه؟ قال لك القبيله هي وحده النظام السياسي. هو القبيله بالنسبه لهم ده اهم حاجه. افرادها بتربطهم شويه سمات او شويه صفات، يعني شويه مميزات من وجهه نظرهم. ايه المميزات اللي موجوده عند القبيله؟ قال لك وحده الدم والنسب والعصبيه. طب نسب وعرفناها بيتجوزوا من بعض، عصبيه وبيتعصبوا لبعض عشان عندهم حاجه اسمها نعره قبليه او تعصب قبلي او تعصب عشائري. زي انت كده لما تكون ماشي في الشارع وتلاقي حد من قرايبك بيتخانق فبتتعصب له تلقائي. هم عندهم نفس الفكره، اسمها ايه؟ نعره قبليه، تعصب عشائري، تعصب قبلي. بص احنا عاملين جروبات على الواتساب بنحل عليها، ممكن تبعتوا لنا واحنا نضيفكم فيها. تمام؟ المصطلحات الزياده دي تفرق معاكم قوي. المهم، اما بقى وحده الدم دي يا مستر انا مش فاهمها. في هنا روايات كتيره قوي. يعني اول روايه بتقول لك ان كان ممكن مثلا يعوروا ايدهم كده ويسلموا على بعض فيختلط الدم بالدم، كده بقى مخاط في الدم. او يجيب حاجه زي طبق صغير كده ينقط فيه نقطه دم كده من ايده وصاحبه وهكذا ويعملوا صابعهم كده. المهم ان الموضوع كان صعب قوي. فهم كانوا بيشترطوا وحده الدم. يبقى كده القبيله بتقوم على ايه؟ قال لك عادات وتقاليد اللي هو العرف بتاعهم، وتعصب بيتعصبوا لبعض، بيتجوزوا من بعض، وحده دم. طيب شكل القبيله عامله ازاي؟ قال لك القبيله قايمه على حاجتين. قايمه على كام حاجه؟ اتنين. حاجه اسمها شيخ القبيله، الشخص ده مسؤول عن كل حاجه وهنتكلم عنه دلوقتي. وحاجه اسمها مجلس القبيله. مجلس القبيله دول بيجتمعوا في مكان اسمه دار الندوه. دورهم استشاري. يعني ايه يا مستر دورهم استشاري؟ يعني دورهم شكلي او صوري او وهمي. انما اللي في ايده كل حاجه مين يا اخوانا؟ شيخ القبيله. طب ما دام دورهم استشاري اتعملوا ليه؟ قال لك ليضيفوا للحكم رونق وبهاء. عشان ما يتقالش ان شيخ القبيله بيحكم لوحده، هو كده كده بيحكم لوحده، بس ما يتقالش بقى قدام الناس. يقول لك لا ده فلان وفلان بيساعدوه. دي اسمها رونق وبهاء حضاري. عايز يخلي شكل الحكم حلو. طيب قول لي كده، كلمه شيخ في اللغه معناها ايه يا شباب؟ قال لك كلمه شيخ في اللغه لها معنيين.
شيخ شيخه العلم وشيخ شيخه الزمن. شيخ شيخه العلم يعني ايه يا مستر؟ يعني لو طفل صغير او حتى حد اقل منك بالسن كنتوا قاعدين في تجمع وراح مدي مثال على الموقف اللي بتتكلموا عليه واستشهد بآية او حديث، هتبدا تبص له كده ان هو ايه، لا ده الواد ده حد حلو. قاعدين في مسجد يوم جمعه الامام ما جاش، فلقينا طفل عنده 5 6 سنين قال يا جماعه انا هخطب الجمعه، وطلع فعلا وخطب الجمعه. تفتكر بعد ما ينزل ويخلص خطبه هقول له فتح الله عليك يالا، ولا اقول له فتح الله عليك يا شيخنا؟ يا شيخنا. يبقى شيخ شيخه العلم. طب شيخ شيخه الزمن، قال لك ده الراجل العجوز، زي ما اتذكرت في القرآن لما سيدنا موسى بيسأل ولاد سيدنا يعقوب اللي هو انتوا واقفين ليه؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. ابونا ايه؟ شيخ كبير. تمام، يبقى هنا شيخ القبيله هنا كان معناه حاجتين بقى، ان ده كان اكثرهم علما واكبرهم سنا وكان قوي برضه. عشان كده قال لك بيتولى اداره القبيله وده دور سياسي. كمان الشخص ده هو اللي بيستقبل الوفود وده دور اجتماعي، وهو اللي بيحل النزاعات ده دور قضائي، ولو في معاهدة هو اللي هيروح يعملها وده دور دبلوماسي، ولو في حرب هو اللي هيقودها وده دور عسكري. يا نهار ابيض، ايه يا مستر كل ده بيعمل كل حاجة فعلا. بنطلع سؤال بنقول اهو لم تعرف القبيلة مبدأ الفصل بين السلطات. ليه يا مستر؟ لأن شيخ القبيلة تقريبا كده بيعمل كل حاجة. طيب سؤال بقى يا مستر، هو النظام القبلي كده نظام قوي ولا ضعيف؟ أقول لك ما كل حاجة قايمة في إيد واحد، لو الواحد ده اتقتل كل حاجة ضاعت. عشان كده بنقول إن النظام القبلي ده بيعتمد على الهشاشة. هشاشة يعني ضعف، النظام في المجمل ضعف. طب العلاقة بين القبائل يا مستر؟ قال لك العلاقة بين القبائل علاقة لا تسير على وتيرة واحدة، يعني علاقة تباين، يعني علاقة اختلاف، يعني علاقة تناقض. كلمة لا تسير على وتيرة واحدة يعني مش دايما بيتصالحوا ومش دايما بيتخانقوا، أحيانا كده وأحيانا كده. زي إيه مثلا؟ قال لك حصل في مرة عداء وحرب كبيرة جدا اسمها حرب الفجار والبسوس. مات عدد كبير جدا في الحرب دي يا شباب، والسبب كان ايه؟ كانوا بيتخانقوا على معزه، واتقال كانوا بيتخانقوا على جمل. المهم ان الحروب عندهم كانت بتقام لا اما على المرعى، لا اما على الماء، لا اما على العشب، والثلاث حاجات دول بنقول عليهم اقتصادي، لا اما الاخذ بالثأر، وهنا نقول عليها اجتماعي. يبقى الحروب تقام لاسباب اقتصاديه واجتماعيه. طيب، وفي مرة من المرات حصل ما بينهم حلف أو علاقة ود أو علاقة محبة أو علاقة وئام، زي حلف الفضول. وحلف الفضول ده يا شباب كان ينصر المظلوم على الظالم، ودي حاجة حلوة جدا جدا جدا. مش معنى إن أنت من عيلة كبيرة إن أنت تفتري على الناس. النبي نفسه بيقول، طبعا لما الحلف ده فضل موجود لحد بعد ظهور الإسلام، لحد بعد ميلاد النبي بيقول لقد دعيت في بيت عبد الله بن جدعان إلى حلف لو دعيت له بعد الإسلام لأجبت. يقصد إن نصرة المظلوم دي كانت حاجة مهمة جدا يا إخوان. طيب كده عرفنا شكل العلاقة وشكل النظام السياسي عند القبيلة أو سكان الصحراء أو البدو. طب بالنسبة بقى للمدن، قال لك المدن أو سكان القصور أو سكان الشمال وسكان الجنوب كانوا بيعتمدوا على نظام اسمه شبه ملكي أو نظام وراثي إجباري مطلق. الملك لو مات ابنه اللي هيمسك من غير ما نعمل انتخابات. والحكم ده بنسميه حكم أوتوقراطي. بنسميه إيه يا شباب؟ حكم أوتوقراطي. طيب يعني إيه يا مستر؟ يعني هيوزع السلطة. اديني مثال. قال لك الملك أهو بتعمل إيه؟ مسؤولة عن إدارة الدولة بتاعتي وفي نفس الوقت بقود المعركة. ليه دورين اتنين، سياسي وعسكري. بيساعدك مين؟ قال لك بيساعدني ناس اسمهم كبار الموظفين، ودول هيئة استشارية. قال لك هيئة إيه؟ ها؟ الله ينور عليك، استشارية، شطور. أشبههم بمين بقى يا حبيبي؟ ها؟ صح، أشبههم بمجلس القبيلة، هيئة استشارية برضو. طيب مين تاني بيساعدك؟ قال لك حكام الأقاليم. حكام الأقاليم أو الكبر، ودول عشان أقاليم يعني محافظات، ممكن نقول عليها هيئة لا مركزية، أو ممكن نقول ليهم دور سياسي مقيد. مستر سياسي وعرفتها عشان بيدير المحافظة. طب ليه مقيد؟ لأن دوره بيختفي بمجرد وجود الملك. يعني لو هو موجود والملك موجود، الملك هو اللي بيتحكم.
بيساعدهم ناس كمان اسمهم مجلس عام. قال لك ودي هيئة فيها تميز ديني واقتصادي. طب ليه يا مستر تميز ديني واقتصادي؟ لأن المجلس العام دول يا شباب عبارة عن كبار الأغنياء والكهنة. طب إيه دخل الكهنة في نظام الحكم؟ يبقى كان في تميز ديني واقتصادي. طب دورهم إيه؟ استشاري برضه، زي كبار الموظفين وزي مجلس القبيل. واخر حاجه الجيش اللي كان مسؤول عن حمايه الدوله، وده طبعا دوره عسكري. مستر هم ليه بيعملوا انظمه صوريه او شكليه؟ هديك مثال. لو انا دلوقتي ملك، انا يا شباب دلوقتي ملك اهو، الملك مستر محمد، الملك مستر ابو بكر، كده كده ملك من غير حاجه. انا دلوقتي ملك، وهنفترض ان في ملك فرنسا او ملك المانيا او انجلترا او اي دوله بعت لي رساله. لو الملك دخل عليَّ بالرسالة أو الشخص اللي دخل عليَّ بالرسالة لقاني قاعد على كرسي العرش لوحدي، هيروح قايل عليَّ ياه! قد إيه أنا ملك ظالم ومفتري ومش عادل وفيّا وفيّا وفيّا. أمّا لو دخل لقى ناس قاعدين على إيدي اليمين، هاقول له دول الوزرا، وناس قاعدين على إيدي الشمال، هاقول له دول المساعدين بتوعي أو مجلس النواب. هيروّح يقول للدولة بتاعته الشخص ده ديمقراطي، الشخص ده عادل، الشخص ده مش مفتري. فهي دي الفكرة بقى. هم كانوا بيعملوا أنظمة مساعدة شكلية عشان يدّوا بس شكل. ده بنسميها رونق وبهاء حضاري. ندخل لعنصر كمان وهو الحياة الدينية. طبعًا رتم الشرح على اليوتيوب أسرع شوية عشان مش عايز وقت الفيديو يبقى طويل، إنما إحنا في السنتر بنقعد نعيد ونزيد 100,000 مرة، وعلى المنصة زي السنتر بالضبط. الناس برضه سألتني مستر إيه الفرق بين المنصة وبين السنتر وبين اليوتيوب؟ اليوتيوب ممكن ننزّل عليه شرح، ممكن ننزّل عليه مراجعات، ممكن ننزّل عليه حل. أمّا في السنتر إحنا بنشرح وبنحل، على المنصة بنشرح وبنحل. ابعت لنا وهنسيب لك أنا أعرفك كل التفاصيل، تلاقي في رقم كده في الكومنتات بتاع واتس، ابعت لنا عليه، اللي هو 012 ده. طيب حاجة كمان، طب أنا يا مستر عايز أشتغل معاك يوتيوب بس، وماله؟ إحنا لو لقينا تفاعل ولقينا ريتش والدنيا زي الفل هننزّل لك فيديوهات باستمرار. ما لقيناش تفاعل براحتك بقى يا حبيبي، إحنا عندنا شغلنا كده كده يعني. خش على الحياة الدينية. العرب كان عندهم نوعين يا شباب، نوعين من العبادات، عبادات سماوية ودي جاية من السما من عند ربنا، وعبادات وضعية هم اللي ألفوها. طيب عبادات سماوية زي إيه؟ قال لك زي الديانة الحنيفية ملة سيدنا إبراهيم، والديانة دي انتشرت في مكة. وزي الديانة اليهودية ملة سيدنا موسى، ودي انتشرت في يثرب واليمن. وزي الديانة المسيحية ملة سيدنا عيسى، ودي انتشرت في اليمن والعراق. في الامتحان بقى هيقول لك إيه؟ ديانة سماوية انتشرت في اتجاه الجنوب، اتجاه معلش الغرب، فلازم تعرف إن مكة دي في اتجاه الغرب أو في غرب الجزيرة العربية. ديانة سماوية انتشرت في اتجاه الغرب واتجاه الجنوب، لازم تعرف إن يثرب دي غرب وإن اليمن جنوب. عبادة سماوية انتشرت في الشمال والجنوب، اليمن جنوب والعراق شمال. يبقى هنا بيتكلم على المسيحية، فبالله عليك الاتجاهات مهمة جدًا، جدًا في الدرس ده. نروح بقى على العبادات الوضعية اللي هم ألفوها. أول عبادة معانا الأصنام والأوثان، أصنام وأوثان. تاني عبادة معانا اسمها عبادة الصابئة، ثم عبادة المجوسية. تعال نطلع أول واحدة. يعني إيه كلمة صنم؟ قال لك كل ما نحت على شكل إنسان يسمى صنم، وكل ما نحت على شكل حيوان أو طائر يسمى وثن. تمام؟ طيب الأصنام والأوثان دي انتشرت فين؟ قال لك انتشرت في مكة. انتشرت فين؟ في مكة. يبقى انتشرت في اتجاه الغرب. يبقى ييجي لي سؤال بقى مقالي. دلل. حمل اتجاه الغرب في الجزيرة العربية تناقض ديني. هقول له بسبب وجود الديانة الحنيفية وعبادة الأصنام والأوثان، أو وجود عبادات سماوية وعبادات وضعية معا أو في آن واحد. طيب عبادة الصابئة، قال لك دي عبادة اسمها عبادة الكواكب والنجوم. عبادة الإيه؟ الكواكب والنجوم. وطبعًا دي كانت منتشرة بشكل كبير أوي، 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 أوي في اليمن وفي الغساسنة. والدليل على كده الهدهد بتاع سيدنا سليمان لمّا رجع لسيدنا سليمان بيقول له: "أنت اتأخرت ليه؟" سيدنا سليمان اتعصب بَص في الجيش كده ما لقاش الهدهد، قال لك: "ده أنا هاعذبه عذاب شديد أو هاذبحه أو لا يأتيني بسلطان مبين." يجيب لي نبأ كده حاجة تخلّيني مثلًا أغفر له إن هو اتأخر. بعد شوية لقى الهدهد جاي قال له يا نهار أبيض! ده أنا شُفت حاجات غريبة، ده أنا رُحت اليمن إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. طب إيه اللي حصل؟ قال لك وجدتها قومها يسجدون للشمس من دون الله، ده بيعبدوا الشمس. فهنا نقصد بقى عبادة الكواكب والنجوم، عشان كده قال لك موجودة في اليمن وموجودة في الغساسنة. يبقى انتشرت فين؟ انتشرت في الشمال والجنوب. عبادة المجوسية ودي من أغرب العبادات اللي ممكن تسمع عنها في حياتك، لأن دي عبادة النار.
دي انتشرت في اتجاه الشرق تحديدا في بلاد فارس عند الفرس يعني. قال لك العباده دي كان عندهم الهين، اله الخير واله الشر، يعني العباده نفسها متناقضه داخليا. يعني ايه مصدر اله الخير واله الشر؟ هو بيقول لك لو النار سوت لي الاكل، حمتني من الاعداء، مشت حيوان مفترس، فده اله الخير اللي حماني. لو النار ولعت لي في الخيمه او لسعت ابني او ايا كان، فده اسمه اله الشر، وفي الحالتين لازم اكلها واحط لها خشب. تحس دماغهم كان فيها حاجه يعني. طيب تعالوا نخش بعد كده لعنصر جديد اسمه الحياه الاقتصاديه. مش عارف الفيديو طويل بالنسبه لكم ولا لا، بس انا عارف احنا لسه في بدايه السنه فبنسخن بس كده معاكم. يا رب بس يكون الشرح عاجبكم يعني. ابعتوا لنا في الكومنتات كده ارفعوا معنوياتنا يعني. حاجه اقتصاديه هتقول لي يا مستر زراعه صناعه تجاره. احنا قلنا يا اخوانا اي حاجه لها علاقه بالفلوس او الاكل والشرب. بص كلمه اقتصاد معناها مجموعه من الحرف والانشطه التي يقوم بها الانسان البشري لاشباع حاجاته الاساسيه. ايه حاجات الانسان الاساسيه؟ مأكل، مشرب، مسكن، ملبس. تاني كده، اي شغلانه توفر لي اكل او شرب او سكن او لبس بقى اسمها اقتصاد. علشان كده اهم حرفه عند العرب كانت الراعي. يعني الرعي قبل الزراعه؟ اه يا مستر الرعي قبل الزراعه عند العرب. ليه؟ لان البيئه عندهم بيئه جغرافيه، بيئه صحراويه، ثم التجاره. طيب يبقى تاني كده، الحرفه الاوليه يعني اهم حرفه عند العرب كانت الراعي. طب ليه يا مستر؟ قال لك بسبب الصحراء، يبقى انتشرت لاسباب جغرافيه. وممكن نقول مناخيه، لان الصحراء يا اخوانا عندهم المنطقه اللي انا هشرح لك عليها دي ما كانش بيحصل فيها باستمرار امطار. طب الراعي انتشر فين؟ قال لك انتشر في اتجاه الشرق ووسط وغرب، ما جاش ناحيه الشمال والجنوب خالص. تمام. طيب حرفه الزراعه قال لك كانت حرفه ثانويه او حرفه نادره. ثانويه او ايه؟ نادره. ليه؟ لقله الامطار. طب انتشرت فين؟ قال لك موضوع الشمال والجنوب دول اعتمدوا على مياه الامطار، والشرق والوسط والغرب اعتمدوا على حاجه اسمها مياه جوفيه. اما لو قلت لي العراق او الحيره اعتمدت على مياه ايه في الكومنتات تبقى عيل نينجا، يعني بيزرعوا على مياه ايه. طيب روح بعد كده للصناعه. قال لك بيصنعوا السيوف، بيصنعوا الرماح، بيصنعوا الحلي، بيستخرجوا اللؤلؤ، بيصنعوا الفخار، بيصنعوا النسيج، بيصنعوا ادوات الزينه. فتيجي نسال نفسك سؤال، يقول لك هي الحروب لعبت دور في ازدهار الصناعه؟ اقول له طبعا بسبب الاهتمام بصناعه السيوف والرماح. طب يقول لك عادات الزواج لعبت دور، دلل عادات الزواج لعبت دور في ازدهار الصناعه؟ اقول له طبعا الاهتمام بصناعه الايه، ها، النسيج، ايه كمان، فخار، ايه تاني، الحلي، ايه تاني، اللؤلؤ، عاش. طب يقول لك كان للمراه دور واضح في الصناعه متمثل فيه. تفتكر المراه تشتغل في صناعه السيوف؟ لا طبعا، اقول له في صناعه النسيج او الغزل والنسيج. طب يقول لك لعبت الانهار دور واضح في صناعه ايه؟ اقول له صناعه الفخار. طب دي انتشرت فين تحديدًا؟ أقول له انتشرت في العراق أو في الحيرة. تمام؟ خش بعد كده للتجارة. ما دام عندي زراعة يا شباب وعندي صناعة، تلقائي هيبقى عندي تجارة. قال لك التجارة باختصار كانت دولة اليمن تمتلك أسطول تجاري. وما دام قال لي أسطول تجاري يبقى أسطول اقتصادي، يبقى كانت بتلعب دور وسيط حضاري. وممكن يقول لك بتلعب دور ترانزيت، يعني نقدر نقول كده بتتاجر مع أكتر من مكان في نفس الوقت. زي إيه مثلًا؟ قال لك هي ربطت على قارات العالم القديم. إيه قارات العالم القديم؟ تاجرت مع آسيا وأفريقيا وأوروبا. يعني لو قال لك تاجرت مع الهند كده تاجرت مع آسيا. قال لك تاجرت مع الصومال أو مصر تاجرت مع أفريقيا. لو قال لك كمان إن هي تاجرت مع جزر جنوب أوروبا أو إيطاليا واليونان يبقى هي كده تاجرت مع أوروبا. طب اشمعنى اليمن؟ قال لك اليمن كان عندها مضيق اسمه مضيق باب المندب فالناس تعدي عليه، وكان عندها البحر العربي وعندها الخليج العربي وقريبه من البحر الاحمر، فموقعها استراتيجي ابن لذينه. وكلمه استراتيجي يعني له اهميه وقت السلم وله اهميه وقت الحرب. طيب ما دام اتكلمت على التجاره اوعى تنسى مكه. قال لك مكه كانت مشهوره جدا جدا جدا. طب الشهره دي جايه منين؟ قال لك الشهره الدينيه اعطتها شهره تجاريه اقتصاديه. شهرة إيه؟ تجارية اقتصادية. الناس كانت بتيجي زي ما أنا قُلت لك تعمل عُمرة أو تحِج وفي نفس الوقت تتاجر، ولحد النهارده الموضوع ده بيحصل بالمناسبة. من أفضل الأسواق اللي تتاجر فيها أسواق السعودية لحد النهارده. طيب واحد بقى يسألني سؤال يا مستر، هي العملة بتاعة العرب كانت إيه؟ قال لك العملة كانت عبارة عن دينار ودرهم، والدينار والدرهم دي عملة الفرس والروم، والمقايضة ودي عملة مصر. طب تسألني سؤال، بما تفسر عدم وجود عملة موحدة
عند العرب. ليه العرب ما عندهمش عملة موحدة؟ هقول لك بسبب عدم وجود دولة موحدة. هم اتحدوا أصلا يا ابني؟ لأ. طب منين هيعملوا عملة؟ طب لو قال لك ليه ما فيش دولة موحدة؟ هقول لك بيتخانقوا على المعيز، أكلوا بعض على معزة، هيعملوا دولة موحدة؟ يبقى بسبب الحروب والنزاعات. ومن الآخر هيحطوا صورة مين على العملة؟ أنا نفسي أصلا لحد النهاردة العرب يعملوا عملة موحدة. أنت عارف لو العرب عملوا عملة موحدة يا نهار أبيض إحنا هنعدي، أقسم بالله هنعدي، سعرها هيبقى فوق. طيب تعالَ نشوف العلوم، أو باقول لك الأسواق بتاعة مكة الأول، قبل ما نخش العلوم والفنون. أسواق مكة لم تكن مجرد أسواق تجارية. ليه ما كانتش أسواق تجارية؟ لأن كان بيحصل فيها حاجة اسمها تنافس الشعراء. طب تنافس الشعراء يبقى كده كان لها أهمية في الأدب، أو نقول أهمية ثقافية، أو أهمية علمية. وطبعًا أشهر شاعر عندهم اسمه النابغة الذبياني. واوعى تنسى إن العرب كمان كانوا مشهورين جدًا، جدًا، جدًا بالشعر، وأفضل ما أنتجه العرب هم المعلقات ال7 اللي اتكتبوا بمَيّة الدهب ومعلقين في أستار الكعبة، وقيل إن هم دلوقتي جوه الكعبة دلوقتي، زمان كانوا معلقينهم كده في الستاير بتاعة الكعبة. طيب تعالَ نشوف بعد كده العلوم. وأول علم العرب انتشروا بيه اشتهروا بيه علم الطب. واشهر دكتور عندهم اسمه الحارث ابن كلده، وده كان بيداويهم يا شباب بالاعشاب. بيداويهم بالايه؟ بالاعشاب. يبقى نقول كده الشخصيه ده الحارس ده استخدم الطبيعه. استخدم الطبيعه في ايه يا مستر؟ في تداوي الجرحى او تداوي المرضى. يعني كان بيجيب اعشاب معينه ويخلطهم ببعض ويحط عليهم ماده معينه ويقدر يعالج الناس. طيب اتكلم بعد كده على الهندسه. قال لك الهندسه كانوا مشهورين جدا 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 بالهندسه، واشهر دوله في الهندسه اليمن. ايه الدليل؟ قال لك بناء سد مأرب، لان كلمه سد اصلا معناها بناء هندسه. طب هم بنوا سدود بس؟ قال لك لا، ده كان ممكن كمان يشق ترع وقنوات وكسور، او يقسم جبل عشان يعمل طريق. بس هو لو اتكلم على الهندسه اقول له انتشرت في اليمن، او انتشرت في الجنوب، او جنوب غرب الجزيره العربيه. مستر طب انا هلاقي ايه يعني؟ تلاقي واحده بس. يعني لما يقول لك شمال جنوب شرق غرب اقول جنوب، شمال شرق شمال غرب جنوب شرق جنوب غرب اقول له جنوب غرب. لما يسال على دول اقول اليمن، لما يسال على مدن اقول المغرب. مستحيل تلاقي الاربعه مع بعض. تمام؟ طيب بعد كده عندك علم الفلك. ربنا ذكر في القرآن إن العرب كانوا شاطرين في علم الفلك. ربنا قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طب يعني إيه يهتدون؟ يعني يبص كده على النجوم ويمشي. عشان كده في سؤال كان يجي يقول لك التاجر العربي دائما النظر للسماء، ليه؟ لأنه مهتم بعلم الفلك. يبقى الفلك ده هيفيدهم في جانب اقتصادي، بس في حرفة التجارة الأول ثم الزراعة. يعني لو لقيت التجارة والزراعة اختار التجارة. بعد كده علم اسمه علم الأنواء. وكلمة أنواء يعني يعرف إمتى المطر هتيجي والرياح هتيجي. مطر ورياح فتفيده في حرفة الزراعة والتجارة، بس الزراعة الأول عشان لو لقيت كل واحدة لوحدها. وعلى فكرة لحد النهارده لسه بيحصل في اسكندرية، لو في حد بيتفرج عنه اسكندرية يعني يقول لي في الكومنتات، لسه بيحصل لحد النهارده حاجة اسمها نوة. الرياح تيجي فجأة فتقلب البحر عندهم، أو يحصل أمطار بشكل مفاجئ. بتحصل لحد النهارده في اسكندرية في الشتاء. طيب تعالوا نخش بعد كده على الفنون، ونبدأ بأول فن عند العرب، فن النحت. قال لك قوم ثمود اللي هم قوم سيدنا صالح كانوا بيعملوا ايه؟ قال لك عملوا حاجة اسمها مدينة الحجر الوردية. مدينة الحجر الوردية تخيل نحتوا جوه الجبل مدينة كاملة وزرعوا حواليها ورد. طب دي كانت فين؟ قال لك كانت في الأنباط. يبقى فن النحت انتشر في الشمال في دولة الشام في مدينة الأنباط. طيب كمان كان عندهم حاجة اسمها بناء القلاع والحصون. لو انت مكانهم كده هتبني قلعة او حصن ليه؟ صح، لأسباب أمنية. وأشهر قلعة عندهم اسمها قلعة القسطل في الغساسنة. قلعة القسطل فين؟ في الغساسنة. يبقى نقول القلعة دي انتشرت فين؟ أقول له اتجاه الشمال في الشام. فين تحديدا؟ في الغساسنة. ثم عندهم حاجة اسمها المعابد والأديرة. المعابد والأديرة، كلمة معبد مكان للعبادة عند اليهود، ودير مكان للعبادة عند المسيحيين. طب مسجد مكان للعبادة عند المسلمين. طيب قال لك أشهر المعابد معابد الشمس في اليمن، وما دام قال اليمن يبقى في اتجاه الجنوب. ودير هند بنت النعمان في الحيرة، وما دام قال الحيرة يبقى في الشمال. يبقى المعابد انتشرت فين؟ شمال وجنوب.
طيب كمان كان عندهم القصور، قصور يا نهار أبيض يا مستر! أيوه، بتدل على ارتفاع المستوى الاقتصادي. طب إحنا قُلنا الأغنيا كانوا عايشين فين؟ في الشمال والجنوب، عشان كده لمّا نيجي نشوف القصور بقى هنلاقيها فين؟ شمال وجنوب، زي قصر المشتى في الغساسنة يبقى في اتجاه الشمال، وقصر الخوارنق في الحيرة يبقى في اتجاه الشمال، وقصر غمضاء في صنعاء، صنعاء دي في اليمن يبقى في اتجاه الجنوب، يبقى القصور انتشرت شمال وجنوب. آخر حاجة معانا في درس النهارده، معلش إحنا طوّلنا عليك من أول حصة كده وأول مرّة تشوفني بس معلش والله الشرح تفصيلي يعني. رُحنا بعد كده على حاجة اسمها الحياة الاجتماعية، وخُدها قاعدة، ما دام بنتكلم على بدو وحضر فأكيد في اختلاف كبير أوي في المستوى الاقتصادي. طيب خُدها قاعدة، أي حد موجود في أي طبقة عُليا فده المستوى الاقتصادي هو اللي خلاه في الطبقة العُليا، حد موجود في طبقة سُفلى ده المستوى الاقتصادي، يبقى إيه اللي بيغيّر ترتيب الطبقات؟ المستوى الاقتصادي، وإحنا عندنا قاعدة ثابتة، أي تأثُّر اقتصادي يتبعه تأثُّر وتغيُّر اجتماعي، يعني أنا كنت شغّال في وظيفة باخد مثلًا 3 جنيه، فجأة ربنا أنعم عليّا بقيت آخد 100 جنيه، أكيد طبعًا حياتي كلّها هتتغيّر. والدك مثلًا كان بيقبض مثلًا في الشهر 20.000 فممشّي البيت بال20.000، فجأة ربنا كرمه بوظيفة تانية بقى يقبض مثلًا 200.000 حياته كلّها هتتغيّر وحياتك أنت كمان، طبعًا بتقول يا رب صح؟ ماشي، تعالَ نشوف كده شكل المجتمع عند العرب، قال لك الطبقة العُليا كان فيها الأحرار والأغنياء، ما دام قال لك أحرار وأغنياء فدي كده بنقول عليها تميُّز طبقي. طب نوع التميُّز هنا تميُّز اقتصادي طبعًا عشان الأغنياء. الطبقة التانية كان فيها التُجّار وفيها الحرفيين وفيها الزُّراع والصُّناع. ممكن نقول عليها طبقة اقتصادية. الطبقة الأخيرة كان فيها العبيد والخَدَم والمديونين وأسرى الحرب. فالطبقة الأخيرة دي يا شباب بنقول عليها أساس طبقي وبنقول عليها متأثّرة بحاجتين. إيه هُم الحاجتين يا مستر؟ جانب اقتصادي اللي هي الفلوس يعني، والسياسة الخارجية، وكلمة سياسة خارجية معناها إما معاهدات أو حروب، يعني متأثّرة بالحروب عشان أسرى الحرب. طيب هل النساء كان لها دور عند العرب؟ قال لك طبعًا، طبعًا النساء كان لها دور، كانت ممكن تشتغل في دور اقتصادي زي الغزل والنسيج زي ما شرحنا، وممكن تروح المعارك تقرع الطبول، تحمّسهم كده تفضل إيه تخبّط على الطبلة كده وتزعّق فيهم روح حارب، أنت هترجع لي والّا إيه يا أخويا؟ أيوه من زمان هُم بيحبوا يندبوا كده، هي كانت كده برضه، تفضل تشجّع في الرجالة ولو لقيت واحد مثلًا منسحب والّا حاجة تمسك طوبة وتدّي له في دماغه، بجد مش باهزر، وده كان دور العسكري اللي هي بتعمله. بس برضه على النقيض كان في بعض العادات الإيجابية والسلبية عند العرب، وكان في بعض النساء اللي لهم مكانة عالية. تعالَ نشوف كده النساء اللي كان لهم مكانة عالية الأول، قال لك السيدة خديجة ودي كانت مشهورة جدًا، جدًا في التجارة وكانت موجودة في مكة، يبقى كانت موجودة في اتجاه الغرب، غرب الجزيرة العربية. والسيدة زنوبيا ملكة تدمر وكانت بتقود المعارك وتدمر دي في الشمال، يبقى كانت موجودة أو ليها دور سياسي وعسكري، وست بجد أنا عايزك تقرأ عنها رهيبة، حرفيًا يتقال عليها اللي قادرة بجد كانت قوية جدًا. وطبعًا طبعًا الملكة بلقيس طبعًا ملكة سبأ ملكة يبقى كان لها دور سياسي. طب فين العادات الوحشة يا مستر؟ قال لك العرب كان عندهم عادات إيجابية وسلبية، عادات إيجابية زي الكرم، الشجاعة، الجود، البسالة، نصرة المظلوم، مساعدة المحتاج. طب العادات السلبية؟ قال لك وأد البنات وتقف عند وأد البنات. هتقف تروح قايل إزاي المرأة في بعض المجتمعات وصلت لمنصب ملكة ومجتمعات أخرى المرأة ما كانش لها دور، أقول لك لأن مكانة المرأة تأرجحت بين الرفعة والانحطاط، واتحرمت من حق أساسي ليها اللي هي وأدوها في المهد وهي لسه صغيرة، موتوها يعني، تخيل زمان كانوا بيموتوا البنات. سلام. طب إيه كمان؟ قال لك الزنا، القتل، لعب الميسر، شرب الخمر، الحاجات دي كلها كانت عادات سلبية، علشان كده الدرس الجاي نبدأ بظهور الإسلام، وإزاي سيدنا محمد مع ظهوره هيقدر ينور الكون كله ويقدر يقضي على كل العادات السلبية دي. ابعت لنا قُل لنا إن الشرح كان حلو جدًا، وإن أنت منبهر، وإن أنت مبسوط، وإن أنت عايزنا نكمل. عملت كده في الكومنتات هنكمل، ما عملتش كده هنفكر. سلام.